فيه بيوت لما تدخلها تحس كأنك مش لوحدك، وهي دي كانت مشكلة هالة لما نقلت لشقتها الجديدة في الهرم. أول كام يوم كل حاجة كانت عادية لحد ما بدأت تسمع خطوات حد ماشي في الصالة بعد الساعة 3 الفجر. كانت تقنع نفسها إن ده صوت الشقة التانية، بس الخطوات كانت بتقرب وتقرب لحد باب أوضتها. وفي ليلة صحيت على صوت نفس حد واقف جنب سريرها. مش بتتخيل، صوت نفس فعلا تقيل ومتقطع كأنه حد تعبان. لو قلبك استحمل الحد هنا تابعني، الجاي هتكون قوة. هالة مدت ايدها ناحية الكومود علشان تولع النور، بس لقيت ايد تانية ماسكة ايدها، باردة ناشفة وبتشدها لتحت السرير. صرخت والنور اشتغل فجأة ومفيش حد ولا ايد، بس كان فيه تراب اسود مطبوع على ايدها. من يومها كل ليلة الساعة 3 الباب يتفتح لوحده وصوت النفس يرجع أقرب من قبل. لو صوتك بدأ يرجف وانت سامع، ده طبيعي. في حاجات ما بتحبش حد يعيش في مكانها. وانت واقف دلوقتي اسمع كويس، هو الصوت ده من وراك ولا من دماغك؟